وكان سلفنا من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين إذا دخل رمضان عطلوا جميع حلقات العلوم الأخرى، حلقات الفقه والتوحيد والحديث وجميع المعارف والعلوم، وفرغوا كل حلقاتهم وأوقاتهم للقرآن الكريم. ليش؟ لأنه شهر القرآن، فكان بعضهم يختم في كل يوم مرة 30 ختمة له. وروي أن الإمام الشافعي كان يختم 60 مرة، في كل يوم له ختمتين، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وأنا لما قرأت هذا الأثر تعجبت، قلت كيف؟ حتى ظننت أنه مبالغ فيه، لكن شاء الله أن يضمني مجلس مع مدير حلقات الإقراء في جدة الشيخ موسى حفظه الله، وقلت له كيف يستطيع الإنسان أن يختم القرآن في اليوم في 24 ساعة مرتين، يعني في كل 12 ساعة يختم القرآن؟ قال نعم ممكن. ثم قال عندي في المقرأة طلاب يختمون في كل يوم 3 مرات مو مرتين. قلت كيف؟ قال يختم القرآن في 6 ساعات، يأخذ في كل ساعة 5 أجزاء، 5 أجزاء في الساعة، يعني في كل 12 دقيقة جزء. قلت كيف؟ قال حدرا. قلت مع بيان الكلمات؟ قال نعم، تفهم الألفاظ وتعرف الحروف وأيضا حتى بعض أحكام التجويد، لكنه يحدر يعني يسرد، وهم مهرة، أصبح القرآن على ألسنتهم مثل السيل، ما يجدون صعوبة. يقول فيختم في كل 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات 18 ساعة، يبقى 6 ساعات للنوم وللصلاة وللأكل. هذا كم؟ 3 في اليوم. نحن لا نطلب من الناس هذا الكلام، هذا ربما يكون مستحيل على بعض الناس، لكن بعضهم للأسف الشديد في زمننا هذا لا يختم في الشهر كله مرة. تجد ينشط في أول رمضان يقرأ جزء جزئين 3 وبعدين يكسكس ويقعد ويخليها وتمشي عليه رمضان ما قرأ القرآن مرة واحدة. لا يا أخي الكريم، اقرأ القرآن وعطل الجوال. وبعض الصالحين إذا دخل رمضان يخرج من المجموعات ويعتذر إليه، يقول دخل رمضان ألا معني معكم، أنا مع القرآن. وخصص هذا الوقت الثمين لتلاوة كتاب الله، فإن أعظم ما يعبد الله فيه في رمضان بعد الصيام قراءة القرآن، والحسنة ب10 أمثالها، والحرف الواحد فيه 10 حسنات إلى 700 الضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فإن هذا الشهر هو شهر القرآن. اتلوا الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك حيه بعدهما حيا، فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. فالله الله أيها الإخوة، لا نضيع علينا هذا الشهر. وهناك 3 ساعات مجرب تخصيصها للقرآن، وهي الساعة الأولى من بعد صلاة الفجر. صل الفجر واجلس في المسجد واقرأ القرآن. هذا تستطيع في الساعة دي أن تأتي أقل شيء 3 أجزاء أو جزئين، وتخرج بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة الظهر ساعة، بعد صلاة العصر ساعة، 3 ساعات يمديك تجيب فيها 6 أجزاء، يعني بتختم في كل 5 أيام. وهذا فضل عظيم يهدي الله عز وجل إليه
من يشاء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.